عشان انا عارف ان هيطلع لي حد على الفيديو يقول لي الكلام ده. الاي سي مش عايز يتشابلن. انتوا شايفين ايه؟ شايفين ايه من الصوره دي؟ شايفين ايه في الاي سي؟ فيليك ليه ما خدتش تسدير؟ لان الشابلونه اكبر فاتحركت وانا بشيله فالاسدير اتمسح. يعني انت معتقد ان المشكله هي ان الشابلونه اكبر، انت الاي سي ده شابلانته فشلت معاك عشان الشابلونه اكبر. الشابلونه اكبر انت حاولت كام مره في الاي سي ده؟ مرتين. تمام، والمرتين فشل عشان الشابلونه اكبر. مش مرتاح فيها. مش مرتاح فيها. طيب بص يا باشا، حد لاحظ حاجه قبل ما اتكلم؟ هو في منطقه في رجلين في النص كده لمست ايوه دي مغيره لون، صح؟ اه حاجه زي كده. مغيره لون ليه بقى؟ ممكن يكون من كتر التسخين. بص، الماده الصفراء دي زي السولدر ماسك اللي موجوده على البورده، دي اسمها انسوليشن لاير، طبقه من العزل عشان المسارات القصدير ما يمسكش فيها وتلمس في بعضها. فاللي حصل ان حضرتك وانت بتنظف الاي سي، وانا قلت نظف الاي سي بحته القصدير اللي على الكاويه، ما تخليش الكاويه تلمس الاي سي. انت لمست الاي سي ولا ما لمستوش؟ حصل صح؟ انا ما شفتش، انا بتوقع. او استخدام الشيلد، ما تستخدمش الشيلد على اي سي زي ده. احنا بنستخدم الشيلد في الايسات الكبيره فقط، الايسات الصغيره ما بنستخدمش معاها الشيلد، وبالذات الانسوليشن لاير بتاعها لونه اورنج او اصفر. حضرتك ماده العزل اتشالت، فالقصدير بقى شبك في الدنيا كلها، فبقيت حضرتك تحط القصدير تلاقيه وانت بتسخن، انا ما شفتش، انا بقول لك اللي بيحصل، تلاقيه يتشفط من الشابلونه ويطلع لك في مكان واحد كوره كبيره. حصل؟ ده بسبب ايه؟ بسبب ان ماده العزل دي اتشالت. فده اي سي يترمى خلاص في الزباله، باظ. ما ينفعش ان هو يتشابلن، ما ينفعش ان احنا نكحت ونحط ماده انسوليشن لاير جديده في اي سي زي ده، ما ينفعش. او هيبقى يعني يا عم ينفع بس مجهود جامد جدا، يعني تقعد تجرح وتشيل ماده العزل دي كلها وتصنفر وتحط ماده عزل جديده، ويعني لو نجح معاك انت هيتقطع منك مسارات، اكيد هيتقطع منك مسارات. فده اي سي لازم يتغير، ما يتشابلنش. ساعات على الايسات نعزل، نشيل القصدير ده، عشان انا عارف ان هيطلع لي حد على الفيديو يقول لي الكلام ده. نشيل القصدير ده بالشيلد ونعزل، هتيجي تشابلن هتلاقي كورتين ما بينهم اتصال، واحده هتروح جايه نازله من تحت العزل رايحه مكبره دي، ودي فضيت. فده اي سي اترمى في الزباله خلاص.